السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى ودوت سبيشال كيس جيم. البروجكت اللي أنا شغال عليه على يونيتي بتاريخ 25 يناير 2024. في البروجكت دوت أنا ضفت AI سيستم للريسرز، فالريسرز بقى يقدروا يبقى عندهم زي خط كده مرسوم أو باس مرسوم ليهم، يجروا حواليه ويقدروا يطلعوا على الحيطة ويقدروا ينطوا ويروحوا من حيطة للتانية ويسيبوا الحيطة ويعني ويقعوا يعملوا فولينج. كل الكلام دوت من غير اي انبوت مني خالص. يعني انا في اللي انا بسجله دوت انا ما استعملتش اي زرار من الكيبورد. انا كل اللي انا بعمله ان انا ماسك الماوس ببص بس على شكل الايه الكاركتر اللي عمال يجري دوت. وعندهم برضو الابيليتي ان هم لما يبقى عندهم كذا باور بوينت قدامهم كده يقوموا واخدين ايه اي باور اب من الباور ابس دول و... ولسه بعدين كنت اخليهم يستعملوها. بس هما دلوقتي الكاركتر او اللي هو الريسر عنده دماغ تخليه يقدر يمشي على الحيطة، يجري، ينط، يعمل اللي هو عايزه، يقع، يشوف هو عايز يروح فين، يقلل سرعته، يزودها، كل الكلام دوت علشان ايه؟ يفولو الباس بتاع الريس اللي مرسوم له. حاجة تانية ضفتها ان انا اول حاجة دخلت الماب اللي انا كنت شغال عليها على بلندر. كنت بعمل الماب على بلندر، انا واخويا اشتغلنا عليها فترة، ودوت هي دي الماب، ودخلتها على يونيتي. طبعا في شوية مشاكل ظهرت فيها بعدين، بس يعني ايه، يعني ده البيز بتاع الماب، ده الاساس بتاعها اللي كانت عمل دلوقتي. حاجة تانية عملتها ان انا حولت البروجكت من ال SRB. ال SRB دوت زي السيستم بتاع يونيتي، اللي هو او التمبلت يعني اللي ما فيهاش جرافيكس سيتنجز كتير ولا ماتيريال شيدرز كتير. كل حاجة للبيزك، معمولة في الأغلب للموبايلات لأنها ما بتحتاجش بيرفورمانس عالي عشان تشتغل. فهي دي الحاجات اللي أنا ضفتها في الريكورد لحد دلوقتي وبس. ده الفيديو. سلام.